اعتقد ان احنا نتكلموا على المغرب اللي تعتز بعروبتها، اللي تعتز بجميع مكوناتها، سواء كان الأمازيغ سواء كان العرب. راهو خليط المغرب وخليط شمال أفريقيا الموجود في بلادنا ليبيا، وموجود في تونس، أو موجود في الجزائر، هو خليط يعني مميز. لكن اليوم سؤال من صحفي أجنبي يطالبه بالحديث بلغة ايا كان يعني غير لغته اللي يتكلم بها في بلاده، فاعتقد واحنا راهو كصحفيين اكثر ناس نحسوا بالامر هذا، لاني نهم تنغطي والكابتن جمال يعرفها، نمشي لبقاع دول العالم ونغطي احداث يفرض علي اني نترجم ونسعى للترجمه بحيث نقدم ماده. الراجل اليوم قال لا اتكلم زي ما نبو. ممتاز. هو حارس مرمى. حارس مرمى، لكن خلي نسمعوا الفيديو لان باش يكون التعقيب اكثر وضوحا. Je vais parler en arabe, juste que tu saches. Après, tu fais la traduction. Je vais parler en arabe. Parce que je suis un Marocain. رضا، يعني ان شاء الله على 24 ساعه على اللقاء الهام، كيفاش الاجواء داخل المنتخب والمعنويات ورساله الجمهور؟ اول حاجه الحمد لله المعنويات زوينه، وحنا متاكدين باللي ان شاء الله غادي نقدموا مقابله كبيره ان شاء الله غدا باش نفرحوا الجماهير ديالنا المغربيه، ونفرحوا ان شاء الله كاع الناس اللي تيساندونا، ومنهم الرياضي الاول صاحب الجلاله نصر الله. الجمهور رساله للجمهور المغربي، وكنبغيو ندعموهم كما كيعرف الجميع. راه الجمهور المغربي هو احسن جمهور كاين في العالم، وكتلقى ديما كيساندنا، وان شاء الله نضربوا ان شاء الله. شكرا. بالعربي وقال لهم كلمه زوينه. شوف، نقول له يا رضا ربي يرضى عليك، لانه فعلا شوف يحبوا يقزمونا. الحمد لله وانه الاستاذ رضا اعطاهم درس. احنا نتفرجوا وقت اللي يجيوا في الندوات الصحفيه، وانت عشت وكلكم عشتوا، يتكلم باللغه الانجليزيه ويبدا يترجم، واحنا بالعربيه نتكلم بالعربي وانت ترجم. وبالتالي الموقف نتاعو موقف نبيل وشريف جدا. علاش اللغه العربيه يشبهها وتنجموا تترجموا، وبالتالي اكثر من الهويه. احنا الشخصيه العربيه لغتنا راهو ما معنى شعب هو لغه وارض ووطن. لغتي، وبالتالي لغتي هي اللي تكون الشخصيه نتاعي. انا نعتبر ما قام به هذا الحارس هو في الواقع هو حارس للهويه المغربيه العربيه. لا تشوش هذه المواقف عليه منتخب مغربي عتيد. شوف، تشوش على ناس وقت اللي يبدا ماهوش راكز، وقت اللي يبدا اقل ريح ربما يهزه. لا 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 يا جبل ما يهزك ريح. حاب نكلمك كان بالعربي وانت ترجم، مش انا. لا، واكثر من هكا لو يتكلم بلغه اخرى يلزم يترجموا للشعب المغربي. عليه هو يحترم الشعب المغربي، يحترم الشعب العربي، يتكلم بالعربيه، يعطيه الصح. والله لا نعرف هاو تخلى التاريخ الحارس هذا، والله ما شد حتى هدف، اما تخلى التاريخ لانه سجل هدف الهويه والشخصيه العربيه. هدف مهم. اعتقد ان احمد رضا تكلم بلغته المتعارف عليه. على فكره في هلبة ناس ما يعرفوش ان اللغه العربيه من اللغات الرئيسيه عند الاتحاد الدولي. صحيح. يعني انا ما طلعتش برا السياق. فاحمد رضا اعتقد ان وصلا انت لماذا متواجد في كاس العالم؟ باش توصل ثقافاتك. انا نتمنى نشوفوا واحد من اللاعبين ايضا يتكلم باللغه الامازيغيه وخلي يترجموا. جماعه شو رايك يا جمال؟ هو يعني رياض التقناوتي هذا ثالث حضور له في كاس العالم، لانه المفارقه ان الثلاثي حراسه المرمى في المنتخب المغربي كان حاضر في روسيا وفي قطر، وايضا في مونديال 2026. الثلاثي لم يتغير. رضا التقناوتي بالمناسبه يتحدث 4 لغات، يتحدث العربيه والفرنسيه والانجليزيه والاسبانيه، ذو لغات يتحدثهما بطلاقه. هو خريج اكاديميه محمد السادس ايضا قبل ما يلعب في المغرب الفاسي، ثم يتالق مع الوداد وبعد ذلك فريق الجيش الملكي. رضا التقناوتي ايضا هذه تظهر لك شخصيه اللاعب وشخصيه ايضا الحارس، وشخصيه ايضا تنعكس على بقيه اللاعبين. والقصه اولا هو كان يتحدث مع الصحافه المغربيه. الصحفي الفرنسي الذي طرح عليه السؤال
بدا كما انه يفرض على رضا التكناوتي ان يتحدث باللغه الفرنسيه، الدليل انه اجابوا باللغه الفرنسيه وقال له انا ساتحدث يعني بلهجتي المغربيه وبلغتي العربيه. ربما لو تحدث معه بعد الحديث مع الصحافه المغربيه وطلب منه يعني بلطف هل يمكن ان تعطيني تصريح باللغه الفرنسيه، مؤكد رضا التكناوتي كان سيوافق. وهذا ما يفسر يعني رده فعل رضا التكناوتي. ثم انه اللاعب مش مطلوب منه يتحدث باللغه التي يرتاح فيها، وانت يعني قم بالعمل ديالك. المنتخب المغربي فيه لاعبين كيتحدثوا يعني باللهجات، لهجات البلاد متعدده، يعني اللهجه الدارجه، هناك يتحدث بالريفيه، هناك من يتحدث بالشلحه، هناك من يتحدث جميع اللهجات، ثم هناك من يتحدثوا لغات يعني الانجليزيه، الفرنسيه، الاسبانيه، الهولنديه. هذا التنوع ايضا هو امتداد للهويه ديال المنتخب المغربي اللي قلت انها هويه عابره للقارات، ولكن رد فعل رضا التكناوتي هو ايضا عنوان هويه وعنوان شخصيه للاعب. بالمناسبة هذا رضا التكناوتي لديه قصة، لأنه كان أصيب لما كان حارس لفريق الوداد، وابتعد عن المنافسة واضطر للالتحاق بفريق المغرب التطواني، وكان وزنه زاد، وقصة إرادة وصلابة، وعاد وقاد الجيش الملكي نهائي دوري أبطال أفريقيا، واقتطع مرة أخرى مكانه في كأس العالم مع المنتخب المغربي. طيب نضيف نقطة أخرى، وأنا راه لاحظت على امتداد الثلاثة مونديالات السابقة أن هذا الحارس عندما تشتد المنافسة ويصبح التركيز الإعلامي كبير على المنتخب المغربي ياخذ هو في المايك ويطلع حتى في المؤتمرات الصحفية. صحيح. في ناس يقولوا كيف حارس، كابتن مصطفى وأنت تعرف صحفيا هذه الوضعية، يقولوا كيف حارس يطلع هو اللي يتكلم على مباراة هامة وما يلعبش، لكن هو يتحمل في أدوار أنه يزيل في الضغط على أقرب شخص ليه اللي هو بونو. فأنت شنو تعقب على هذه الوضعية وموقف أحمد رضا أمام الصحافة العالمية؟ أنت قلت كلمة في بداية حديثك أن لغة عربية أصبحت لغة في الفيفا. أنا نقول لك ثاني أيضا هي لغة عربية معتمدة حتى في الأمم المتحدة، اعتمدت كلغة عربية ونحن نفتخر بها كلغة القرآن الكريم والشيء هذا. أنت يتحدثوا على أن المغرب دولة عربية وصلت الدور النصف النهائي في 22 في قطر، وبالتالي حاليا المغرب وصل الدور من ربع النهائي الثماني كدولة عربية. إذا أنا نفتخر كرسالة وجهها لهم كدولة عربية وكدولة إسلامية، نفتخر بلغتي العربية اللي هي الهوية الليلية. وزي ما قلت أنت في هالحدث هذا هو فرصة لبراز زي ما نقول احنا الثقافة لدى الشعوب، فرصة كبيرة جدا. وبالتالي أنا نبي نعطي رسالة لكم أنتم، نحن العرب لا نقل مستوى فنيا عليكم، رقم واحد. رقم اثنين نعتز ونفتخر بلغتنا العربية. رقم ثلاثة يجب أن تحدثني باللغة العربية أو أجيبك أنا باللغة العربية وأنت ترجم للغتك الإنجليزية أو الفرنسية. طيب أعتقد أن الرسالة وضحت. خلينا نوقفوا عند هذه النقطة، وأكيد المحاور متعددة وحكايات. محاور اليوم لا والله محلاهم محاور اليوم. أهم حاجة مبسوط والله العظيم. ترامب وعدينا ايش تحب